السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في قناتكم إشراقة سعيدة. لما نعمل صينية مكرونة بالبشاميل لازم أي حد في البيت لازم ياكل منها، سواء كبير سواء صغير. الكل بيحبها. وعلشان كده حبيت نعملها مع بعض بكل سهولة وطريقة حلوة قوي وجميلة. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف عملناها ازاي. المعتاد ان احنا بنعصج لحمة مفرومة للبشاميل او المكرونة بالبشاميل، ولكن انا جبت هنا كانت مطلوب معايا اني اعملها قطع صغيرة خالص، مش مفرومة ومش قطع كبيرة، قطع صغيرة قوي قوي زي ما انتوا شايفينها كده. ونزلت بيها في طاسة سخنة جدا عشان تاخد صدمة. تمام. ولما قلبتها ونزلت السوائل اللي فيها كده، نزلت بحوالي بصلتين كده مقطعين برضو بالسكينة، مش مبشورين. تمام. ونزلت عليهم فلفل اسود ورشة ملح صغيرة، وطبعا سبتهم شوية على النار. وفي حلة تانية كده على جنبهم حبيت اعمل بقى البشاميل، وهو جبت السمنة حطيتها نزلت بيها في الحلة. ونزلت بحوالي كوباية دقيق كده في السمنة. تمام. كوباية صغيرة كده. وقلبتها كده تقليبه كويسه كده مع السمنه. ونزلت عليهم بلتر لبن او حليب، وقلبتهم تقليب كويس كده، وعليهم كوبايه من الشوربه او مرقه لو مفيش شوربه. تمام. وقلبتهم تقليب كويس كده لحد ما خدوا القوام المطلوب اللي انتوا شايفينه ده. ونزلت عليهم برشه فلفل اسود وملح. وهنا اللحمه بعد السوائل ما نشفت منها كده نزلت عليها بقطعه من السمن. تمام. وهنا طبعا دي المكرونه بتاعتنا بعد ما اتسلقت. تمام. نزلت بيها في حله كده، حله السلق بتاع اللي احنا كنا سلقنا فيها. نزلت بنصهم كده، وحطيت عليهم البشاميل بتاعنا، شويه بشاميل عليهم، وقلبتهم تقليب كويس كده عشان المكرونه تتشرب بالبشاميل كلها. تمام. ونزلت بقى بيها في صينيه كده عندنا مدهونه سمنه، ونزلت كده سويتهم كده. دي الطبقه الاولانيه. وبعد كده هجيب اللحمة المتعصجة بتاعتنا وهننزل بيها كده في النص كده. تمام. وهنفردها بقى، نفردها كويس كده، نحاول نفرقهم كده في الصينية كويس. تمام. وبعد كده هنضيف الطبقة اللي فوق اللي هي المكرونة بقيتها برضو. طبعا المكرونة برضو عملنا فيها زي ما عملنا في الطبقة اللي تحت، اللي احنا ضفنا عليها شوية من البشاميل او الصوص الابيض علشان تتشرب كلها بيه وتبقى متطعمه كلها بالصوص. تمام كده. هنا خلاص خلصنا، ظبطنا الثلاث طبقات كده فوق بعض وسويناهم. تمام. بعد كده هجيب الصوص بتاعي الابيض اللي احنا عملناه او البشاميل، ونزلت بيه فيه كده بالصينيه كده. تمام. على الوش. عايزه اقول لكم كمان حاجه نسيت اقولها لكم، ان انا ضفت فيه لو عندنا اي نوع جبنه، او جبنه كريمي او جبنه موتزاريلا او جبنه شيدر او اي نوع جبنه ممكن نضيفه، بتديله طعم حلو قوي ونكهه حلوه. تمام. وبعد كده هنا نزلت جبت معلقه سمنه كده وقطعتها كده فوق الصينيه كده. تمام. عشان تتحمر بيها. وبعد كده بقى هندخلها في الفرن. تمام. هتاخد الوش بتاعنا والتحميرة بتاعتنا وتبقى تمام. تمام. دخلناها كده في الفرن اهي. تمام. شايفين هي دي النار زي ما انتوا شايفينها كده، ولا واطية ولا عالية. تمام. تاخد بس اللون، لون فوق الوش كده، بتتحمر تحميرة. تمام. وبعد كده بنطلعها. طبعا في ناس بتعمل بيضة فوقيها. تمام. او ممكن ترش الجبنة فوق الوش، مفيش مشكلة. دي كلها اضافات، انا ما حطيتش حاجه، انا حطيت الجبنه مع الصوص الابيض. تمام. وهو على النار. عايزه اقول لكم انها كانت رهيبه وطعمها رهيب وريحتها لما طلعت من الفرن كده كانت فظيعه. آه، من الاكلات اللي هي كل الناس بتحبها طبعا، سواء كبير او صغير. يا رب الفيديو يكون عجبكم.
يا ريت نعمل ننزل نعمل لايك وشير وكومنت حلو من قلبكم ليا. ولو اول مره تشوفوا الفيديو، انا اسمي اسماء، ودي قناتي اسمها استشراقة سعيدة. ويا ريت نعمل سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد مني، وكل الفيديوهات الجاية تشوفوها بإذن الله. والى اللقاء في فيديو آخر، مع ألف سلامة.